الحكاية القبعة فأولا كنترحم على الوالد وعلى جميع آباء المسلمين كافة أجمعين. وكان أول دعم ليا كان لاعب كرة القدم كذلك، وكان داعم أساسي ليا في البدايات ديالي فاش كنت صغير. وهذيك اللحظة ديال التتويج بالشان كانت أفضل لحظة بالنسبة ليا باش أنني يعني نحس به بأنه معايا وبأنه قريب ليا. وهذا هو القصة ديال القبعة. نتمنى من الله باش انني نفوز غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، والمغرب يتوج وهاد الرجال هادو يتوجوا بغض النظر على واش هادي لبسها غدا او لا، لكن ديما معايا. في الشق الثاني ديال السؤال ديالكم، فهنا يعني كنشكرك بزاف على السؤال، لانه هذه يحني انني نعطي الحق للي يستحق. فاولا النهضه اللي كنعرفوها احنا في كره القدم، وكيف ما ذكرتوا جوج ديال المدربين الان في النهائي اللي ماشي هين، فهذا راجع بالاساس لجلاله الملك نصره الله على الرؤيه الصائبه ديالو والتوجيهات الساميه ديالو اللي كانت ابتداء من 2008 وبدا العمل فيها فعليا من 2009، باش انه يكون واحد ارساء مشروع واضح المعالم من اجل اقلاع حقيقي بكره القدم الوطنيه، لا في تكوين المدربين واللاعبين، ولا في تكوين الاطور، ولا في تكوين ولا من الناحيه ديال المنشآت، ولا من ناحيه ديال القوانين والانظمه ومشاريع يعني كثيره من اجل مره اخرى النهوض حقيقي بكره القدم الوطنيه. وكنظن على انه اليوم كنجنيو الثمار ديال الرؤيه السديده ديال صاحب الجلاله نصره الله. فبهذه المناسبه هذه يمكن لي أن نقول الله يحفظه والله ينصره. ومره واحده اخرى مازال باغيين ما هو افضل. حنا كنطمحوا للاجيال القادمه ان شاء الله باش تحمل المشعل وتمشي لما هو افضل ان شاء الله. شكرا.